اوكي، طبعا شفت الفيديو السابق. قبل ما احكي عن هاي المشكلة لازم نعرف اول شي انواع البطاريات شنو. وانواع البطاريات تتقسم لثلاث انواع. اول شي البطاريات الجافة الليد اسيد، الثانية بطاريات الليثيوم، وبطارية الليثيوم تنقسم الى قسمين اللي هي الليثيوم ايون وفوسفات الحديد. والنوع الثالث اللي هو الجرافين، وهذا النوع جديد عندنا بالعراق. اول شي نحكي عن البطاريات الحامضية او الليد اسيد، واللي تشتغل بمحلول حامض الكبريتيك، تستخدم هواي بالدراجات الكهربائية اللي تكون أسعارها مناسبة. مميزات هاي البطارية تكون رخيصة ومتوفرة بكل مكان وسهلة الصيانة، أقل من الليثيوم. أما عيوبها ثقيلة كلش، عمرها قصير مقارنة بالليثيوم والجرافين، وشحنها بطيء، وتضعف بسرعة إذا تفرغت بالكامل، وأدائها يقل بالبرد. وطبعا مناسبة إذا تريد اختيار اقتصادي، بس إذا تريد قدرة وقوة وعمر أطول فاختار الليثيوم، نصيحتي لكم. وهسه نجي على الليثيوم. الليثيوم طبعا قلت لكم بيه نوعين، الفوسفات الحديد والليثيوم ايون. نحكي اول شيء عن الليثيوم ايون. طبعا هي من انواع البطاريات الحديثة وخفيفة الوزن. مميزات هاي البطارية خفيفة وشحن اسرع من الحامضية وعمرها اطول وتنطي طاقة ثابتة واداء اقوى. بس العيوب اللي بيها تصير اغلى من الحامضية، ولازم تستخدم لها جهاز BMS حتى يحميها من اي مشاكل، ويستخدموها دائما بالدراجات الكهربائية. وهسه نجي على النوعية اللي هي فوسفات الحديد. طبعا هي النوعية الآمنة والمستقرة بأنواع الليثيوم، والمميزات مالتها أمان عالي جدا، وعمرها يكون أكثر من الليثيوم آيون، تتحمل درجات حرارة عالية وسحب أمبير أقوى، وأدائها يكون ثابت. بس عيوبها شنو؟ تصير أثقل من الآيون بشوية وأغلى من الحامضية. وطبعا أنصح بيها لأنه جدا ممتازة، تعطيك أداء قوي ووزن خفيف للدراجة مالتك. طبعا نصيحتي للكل هذا النوع للدراجات الكهربائية القوية والاستخدام اليومي للمسافات الطويلة والاستخدام المتواصل. أما بطاريات الجرافين، طبعا هي بطاريات ليثيوم مضاف عليها مادة الجرافين حتى تحسن كفاءتها. ومميزاتها شحن أسرع من الحامضية وحرارة أقل وعمر أطول من الحامضية، وتتحمل سحب أمبير عالي، وتكون مناسبة للدراجات اللي تريد أداء قوي وشحن سريع. وطبعا عيوبها أغلى من الحامضية، ومو كل بطاريات مكتوب عليها جرافين تكون أصلية فعلا.